السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده جايبه لكم معاهد من 50% بتخليكوا تطلعوا دكاترة، مهندسين، كلية شرطة. كل ده من 50%. جايبه لكم كذا معهد بيخليكم تحققوا حلمكم لو انتوا ما جبتوش مجموع، والمعاهد دي بتساعدكم ان انتوا تحققوا حلمكم، منها معاهد عالية ومعاهد فوق المتوسط. فيلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو ده يترفع ويتشاف من كل الطلبه، وتكتبوا لي كومنت برايكم وتعملوا شير الفيديو ده. نبدا الفيديو. اول معهد هتكلم عليه النهارده، انا مش عارفه بصراحه ابدا لكم بالمعاهد العليا ولا المعاهد المتوسطه او الفوق المتوسطه، بس انا يعني ليا كلام في معهد فيهم، فعلشان اتكلم فيه هخليه هو الاول، وبعد كده هقول لكم المعاهد العليا. تمام. المعهد اللي معانا، المعهد ده بيخليك تخش كليه هندسه، بيخليك تخش فنون تربيه نوعيه، بيخليك تخش فنون تطبيقيه، بيخليك تطلع مهندس، بيحقق لك حلمك. المعهد ده بيطبطب على قلبك. فايه المعهد؟ ايه المعهد ده يا ياسمين؟ المعهد ده هو معهد فني صناعي. معهد فني صناعي من المعاهد اللي حقيقي كويس جدا 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 للطلبه اللي ربنا يعني اختبرهم في الدنيا ان هم ما يجيبوش مجموع. طيب يا ياسمين، المعهد ده مين اللي بيخشوا؟ المعهد ده اللي بيخشوا الثانويه الازهريه، الثانويه العامه، الثانوي الصنايع. والثانوي الصنايع بيخشوا عادي بتنسيقهم، والثانويه العامه بيخشوا بس العلمي بس، يعني ادبي للاسف مش هيعرفوا يخشوه. طيب المعهد ده سنتين ولا 4 سنين؟ المعهد ده سنتين، يعني معهد فوق متوسط. تمام. طيب المعهد ده سنتين، انا مطالب مني يا ياسمين ان انا اذاكر فيه. المعهد ده اول سنه مش مطالب منك ان انت تذاكر فيها خالص، لكن تاني سنه مطالب ان انت تذاكر وتجيب مجموع فوق ال95%. طب ليه؟ علشان انت لما تجيب مجموع فوق ال95% هتقدر تخش كليه هندسه، هتخش هندسه حكومي مش هندسه خاص. طب يا ياسمين، هو المعهد ده خاص ولا حكومي؟ المعهد ده حكومي، مصاريفه تقريبا 250 جنيه، مش مبلغ يعني، وكمان معتمد من وزاره التعليم العالي. طيب المعهد ده اقدر ازاي اجيب فيه مجموع؟ المعهد ده زي اي معهد او اي كليه بيعتمد على الحضور وبيعتمد على مذاكرتك. انت بتذاكر بتجيب فيه مجموع او تقدير. طيب عايزه اعرف النسبه بتاعته، يعني كم اعمال سنه، كم مجموعه، كم مذاكره، كم كل ده. المعهد ده 60% هيبقى معتمد على مذاكرتك، انت بتذاكر هتجيب 60%. طب وال40% دول؟ ال40% دول 100 ترم، حضورك، دكاتره، اعمال السنه وكده. طيب يا ياسمين، ايه الكليات اللي انا اقدر اخشها لو انا ما نجحتش في المعادله دي او ما جبتش المجموع ال95 ده؟ اعمل ايه كده؟ خلاص مش هقدر اخش كليه؟ لا، هنقدر نخش كليات هقول لكم عليها دلوقتي. ايه هي الكليات دي؟ انا كاتباهم لان هم كذا كليه فهقولهم لكم. اول حاجه جميع الكليات الهندسيه اللي في مصر، اي كليه هندسيه في مصر تقدر تخشها. جميع كليات التربيه النوعيه اللي موجوده في القاهره وفي مصر كلها. تمام. تالت حاجة فنون جميلة. قسم ايه؟ قسم عمارة، لان احنا لينا علاقة بالهندسة وكده. تمام. رابع حاجة كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس. خامس حاجة المعاهد الخاصة الهندسية، يبقى انت تقدر تخش الكليات الهندسية والمعاهد الهندسية. وكلية تعدين هندسة بترول وتعدين جامعة السويس، وفنون جميلة قسم عمارة، وكلية التربية النوعية، وكلية تعليم صناعي. يبقى كده معاك 5 كليات تقدر تخشهم. تمام. طيب كده خلصنا من المعهد ده. في معاهد زيه كتير زي معهد فني صحي ومعهد فني تجاري، بس انا مش هتكلم عليهم في الفيديو ده. لو حد فيكم مهتم بيه قولولي وهعمل لكم عنه فيديو الفتره الجايه. طيب ايه تاني معاهد نقدر نخشها من 50%؟ عندكم معاهد خدمه اجتماعيه. جميع معاهد خدمه اجتماعيه في معاهد كانت بتاخد من 50% السنه اللي فاتت، حرفيا زيها زي الكليه. والمعاهد دي بتبقى 4 سنين، يعني بتاخد بكالوريوس. النتيجه بتاعتك تبقى زي نتيجه اللي خارج من كليه، ده بكالوريوس وده بكالوريوس. طب ايه تاني؟ معاهد سياحه وفنادق، زيها زي كليه سياحه وفنادق. ومعاهد نظم ومعلومات، بتتخرج منها، بتتخصص جوه في المعاهد دي، تقدر تخش محاسبه او نظم ومعلومات، وبتتخرج منها كانك دخلت نظم ومعلومات عادي جدا. اخر حاجه معانا وهي معاهد الألسن. معهد الألسن كأنك خرجت من الألسن. ايا كان بقى انت دخلت معهد ايه او ايه، المعهد ده مش هيبقى كفيل لوحده ان هو ينجحك او يخليك شخص ناجح. كورساتك والحاجات اللي هتتعلمها والدبلومات اللي هتعملها هي دي اللي هتخليك شخص ناجح. انا في كل مره او في كل فيديو هفضل اقولكم كده لحد لما تجتهدوا على نفسكم.
محدش بينجح لوحده، لازم تعمل كورسات، تاخد كورسات لغة و2 و3، تاخد كورسات ألماني، إيطالي، فرنساوي، أسباني، أيا كان اللغة بتاعتك كانت ايه، تعمل دبلومات، تشتغل على نفسك كتير، تتعلم برمجة، تتعلم جرافيك، تتعلم شغل الماكس، تتعلم حاجات كتير. كل ده بينفعك فيما بعد وبيخليك تزود ده في السي في بتاعك، لما تيجي تقدم في شركة او لما تيجي تقدم في حاجة يقبلوك بسبب الخبرات اللي عندك واللغات اللي انت معاك والسي في القوي اللي انت عامله والدبلومات اللي انت عاملها. كل ده بينفع، كل ده هينفعك وهيخليك شخص ناجح وطموح وفي اي شركة تتمناك. انت لو معاك لغة تقدر تشتغل كول سنتر، اللغة بس اللي معاه ألماني أو إيطالي بياخد من 10 ل15 ألف، اللي معاه إنجليزي بياخد 5000. فكل ده هينفعك فيما بعد، كل ده هينفعك وهيخليك يعني مطلوب. دول الخليج بتحتاج ناس، بتحتاج اخصائيين اجتماعيين. انا كنت اتكلمت عن معهد خدمه اجتماعيه امبارح في الفيديو بتاع امبارح اللي نزل، كنت متكلمه عن معهد خدمه اجتماعيه وازاي كنت مطلوبه في دول الخليج. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت تروحوا تشوفوه. فيعني بجد اجتهدوا على نفسكم وانا معاكم. قولوا لي عايزين نتكلم عن معاهد ايه تاني او كليات ايه تاني، هتكلم لكم عنها في فيديو تاني. وبس كده، ده الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا شير للفيديو عشان يوصلكم كل الطلبه، وتكتبوا لي كومنت تحت برايكم. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.